محبين الفراخ، وصفات الفراخ معايا ملهاش نهاية. تعالوا نعمل مع بعض وصفة معمولة بفن ومن غير فرن، والصوص حكاية خطير. اول حاجة في وصفتنا النهاردة، هضيف على الفراخ، غسلتها طبعا ونشفتها، وهضيف عليها فلفل، بابريكا، توم وبصل بودرة، وكمان جنزبيل بودرة. قسمتها 8 قطع بالشكل ده، واخترت الفروج الصغير. وفي البان على النار هضيف زبدة مع زيت، وهبدأ أشوح الفراخ على الجنبين. هشوحها كلها لحد ما تاخد لون حلو. زي ما قلتلكوا أنا مقطعها 8 قطع، بس دي بتبقى أسهل في السوا وبيبقى طعمها أحلى كمان. أول ما تبدأ تاخد لون حلو هقلبها على الجنب التاني، وخلاص بعد كده هطلعها على طول زي ما انتوا شايفين، واخده لون حلو قوي. وفي نفس الطاسه او نفس البان هحط بصلايه كبيره ومعاها فصوص توم، وهقلبهم كويس ياخدوا من الفليفر اللي مكان الفراخ ده كله. وبعد كده هضيف الفلفل الالوان احمر واصفر، وهضيف كمان فلفل وملح وبابريكا مدخنه، وهقلبهم كده تقليبه مع بعض. وبعد كده هضيف عليهم كوبايتين من المية السخنة او المرقة لو متوفرة. وطبعا ممكن نضيف اي مطيبات، انا ضفت عود روزماري. ورجعنا الفراخ في الصوص تكمل سوا. طبعا هنغطي عليها ونسيبها تكمل سوا، وكل شوية بنشوفها لو احتاجت مية تانية بنضيف. وبعد ما تبقى 3/4 سوا هضيف نص كوباية لكوباية من كريمة، واسيبها تكمل سوا، وبعد كده نقدمها. جربوا.